مساكم بيضحك معكم أدري. تعقيب على الأحداث اللي حصلت من أول ماتش الأهلي وفيوتشر إلى الأهلي والإسماعيلي. ماتشين البطل فيهم التحكيم المصري. ماتش فيوتشر هدف صحيح لفيوتشر، تم إلغائه بداعي التسلل، مع إن يعني مش عارف بصراحة ازاي اتحسب التسلل، بس هو احنا اللي بنحط الخطوط في مصر. نيجي الماتش النهاردة، جون الإسماعيلي صحيح 100%. في صور جت من الناحية التانية، الكرة جاية في فخذ اللاعب بتاع الإسماعيلي. القصة كلها في الكاميرات، يعني أنا مش عارف لغاية امتى هنفضل قاعدين شغالين بأم كاميرا واحدة في أي ماتش، وكل ماتش بيبقى فيه جدل كبير جدا بسبب الكاميرات. طب ما نحط كاميرا واتنين وتلاتة، يعني مش عايزين الكاميرات اللي من فوق، حطونا ورا كل جون 3 كاميرات، واحدة يمين واحدة ورا الجون واحدة شمال. ده غير الواحدة اللي في نص الملعب، ادي كده من الناحية دي والناحية دي، انت كده بتتكلم في 3 و2، ادي كده 5 و3 ورا الجون التاني، ان احنا كده بنتكلم في 8 كاميرات في حوالين الملعب بس، بخلاف اللي بياخدوا اللقطة من فوق، لان احنا كده كده التصوير عندنا ضايع. فليه كل مرة يتحط اللغط اللي بيخلي الاهلي في الاخر هو اللي بيشيل الليلة وبيتقال ان هو بيتجامل؟ اتجامل، بس مش هو السبب، يعني مش هو اللي خد القرار وقال لا ده مش جون. سواء في ماتش فيوتشر سواء في ماتش الاسماعيلي، مش بدافع عن الاهلي، انا بتكلم وبلوم دلوقتي التحكيم. ليه القصة دي؟ برغم الاهلي مش محتاج ده، الحمد لله عنده لسه ماتشات من الماتشات اللي يخليه يعدي عادي جدا. يعني ماتش النهاردة الاحصائيات العامة بتاعته، الاهلي مستحوذ بنسبة 63% ل 37% للاسماعيلي. الاهلي شاط على الاسماعيلي 16 كورة مقابل 5 للاسماعيلي. الخمسة بتوع الاسماعيلي منهم واحدة اون تارجت، الاهلي من ال16 5 اون تارجت. عندنا ازمه كبيره في الاهلي، بقالنا ماتشين دلوقتي ما بنخلصش. احنا عايزين مهاجم سوبر يخلص. بس المهم نرجع لنقطه التحكيم، اللي هو الاهلي كده كده مش محتاج المجامله ديت. يعني لو كنت طلع النهارده بنقطه واحده قدام الاسماعيلي بدل التلاته، هو كان عايز ماتشين ويكسب من ال4 ماتشات اللي فاضلين. فليه كده؟ وليه التحكيم هيفضل كده؟ مش هتكلم بقى ان في ناس تانية بتتجامل برضو كده، انا بتكلم على الفريق بتاعي اللي انا شايف ان هو لا، هو مش محتاج دوت. والمفروض ان مفيش ولا فريق في الدوري محتاج ده اصلا. يعني ولا فريق في الدوري المفروض يحتاج ان التحكيم يجامله او يساعده، ايا كان جماهيري او غير جماهيري. دي النقطة الاولى. النقطة التانية بقى اللي هنتكلم عليها النهاردة، امام عاشور. ليه؟ لو ده حقيقي وحصل وان هو هيجي بالمبالغ اللي عمالة بتتقال، الله اعلم ده صح ولا غلط. يعني في اللي بيطلع يقولك لا ده هيجي ب1.5 مليون بس، في اللي هيجي يقولك لا ده ب3 مليون، مش جنيه، دولار. انا بقالي سنتين، مش انا كمحمد، لا احنا كاهلاويه يعني بقالنا سنتين، او انا كنادي اهلي بقالي سنتين مش عارف اجيب مهاجم سوبر ب3 مليون دولار عشان بنقول غالي. اقوم جاي دلوقتي هجيب امام عاشور ب3 مليون؟ نبقى مجانين. وخصوصا ان انا عندي مكان امام عاشور بدل اللاعب 10، على رأسهم 2 لو خدوا فرصتهم هيبقوا زي امام عاشور وتمام. برغم ان امام عاشور كويس جدا، والخامة والنوعية بتاعت امام عاشور مش موجودة في الاهلي. ليه؟ لان هو بيشوط من بره. دي الميزه الوحيده اللي عند امام عاشور مش موجوده في لعيبه الاهلي، ان هو بيشوط من بره. انما لو قارنا امام عاشور بالقندوسي، الاتنين مهاريين والاتنين بيرقصوا والاتنين عندهم سرعه. قندوسي ما بيشوطش، امام عاشور بيشوط، الاتنين ما بيرجعوش يدافعوا. انما لو اتكلمنا على واحد زي عمار حمدي او زياد طارق، اللي لو خدوا فرصتهم في الاهلي هيعملوا فرق كبير جدا مع الاهلي، هل ده ممكن يحصل؟ لا، ما افتكرش. وبالرغم من كده بنقول يا ريت ال3 مليون دولار اللي هتدفع في امام عاشور ده، لو ده حقيقي الكلام دوت، المفروض تتحط في مهاجم يخلص الفرص اللي موجودة في ماتش زي الإسماعيلي النهاردة، عشان ما الأهلي بعد كده ما يتقالش إن هو بيتجامل. لا، أنا عندي بدل فرصة 5. لو عندي واحد بيخلص، أنت هتخلص الماتشات مستريح. النقطة التالتة عندنا الحمد لله سافيو تيرنتا أخيرا رجع الفريق بتاعه البوليفي تاني. الأهلي خسر فيه فلوس محترمة برضو. أخد كان قيمة عقده بتاع السنة دي وهيكمله للآخر، ده الأخبار اللي اتقرت على موقع يلا كورة. آه وهياخد جزء من عقده بتاع السنة الجاية، والمفروض ان في دفعة تقريبا ب700 ألف دولار كانت للنادي البوليفي، الاهلي مش هيدفعها، كأن النادي هو ايه، ده التمن بتاعه، فالاهلي خسران فيه. فبرجاء من ادارة النادي الاهلي، ما تصرفوش جنيه على لعيب من سيديهات،
مش السيديهات اللي هتعرفكوا اللعيب ده كويس ولا لأ. ابعت حد يدفعوا فيه شهرين، يعني يعيش في البلد اللي فيها اللاعب اللي انت عايز تشتريه شهرين 3. ده هيبقى اوفر لك، بس هتبقى انت بتتابعه في كل ماتش شكله ايه. العالم كله بيعمل كده، محدش بيعتمد على سيديهات بس. انا بشوف السي دي وبس، بناء على السي دي بروح اسافر واقعد اتفرج، اعمل معايشة مع اللاعب ده، اشوفه بيلعب كده ولا لا. السي دي 10 دقايق انا هجيب لك فيه مليون جول. هي الدنيا ما بقتش ماشية كده خلاص. النقطة التالتة أو الرابعة مش فاكر بصراحة، في خبر لو ده خلاص فعلا هيتنفذ هتفرق كتير في كل دوريات العالم، وأهمهم الدوري المصري اللي حصلت حالة التسلل بتاعت فيوتشر. قالك من الموسم الجديد المفروض هيعتمدوا إن المهاجم طول ما جسمه في نفس الخط بتاع المهاجم اللي جنبه، حتى لو سابق براسه بإيده بكتفه، مادام في جزء من جسمه متغطي بجسم اخر مدافع، تاني اخر مدافع في الفريق، هيتحسب جون عادي جدا. الحالة الوحيدة اللي هتحسب تسلل ان هو بره الخط بتاع المدافع ده تماما. الخوف كله عندنا في الدوري المصري ان ممكن يبقى كعب الرجل بتاع الكوتشي بسنتي، الخطوط تجيبه ان هو يعني متداخل مع المدافع. يعني احنا ناخد بالنا بقى من النقطة دي، ان هم هيشوفوا السنتي اللي متغطي في جسم المهاجم هل هو داخل ومتداخل مع المدافع ولا لا، لان احنا خبراء خطوط بصراحة. بس التقنية دي هتسهل الدنيا جدا. قصة بقى اصلا انا سابق بسنتي وسابق بنص سنتي وسابق بصباع، لا دي الموضوع ده بصراحة كان يعني كان خانق الكل. الخبر الاخير والجميل ان اخيرا الفانتسي الخاصة بالدوري الانجليزي فتحت، والنهاردة كان أول يوم الناس كلها بدأت تعمل فرق، وطبعا أسعار خزعبلية على رأسهم إيرلينج هالاند الداهية. يعني ده مش عارف، مش الدبابة البشرية، مش عارف ده هيعمل فيه ايه. نازل بالسعر الأول مرة ينزل في الفانتسي 14 مليون، في مقابل صلاح اللي كان السنة اللي فاتت ب13 مليون هيبقى ب12 مليون ونص. هنعمل ايه في الدوري الإنجليزي ومع في الفانتسي؟ ده اللي هنشوفه الفترة الجاية. كل واحد يعمل التيم بتاعه، واتمنى الناس لو لايف عجبها تعمل لايك وفولو، والفيديو لو هيتذاع على اليوتيوب او هيتحط على اليوتيوب والناس بتتفرج عليه من اليوتيوب، يا ريت تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد. مساءكم بيضحك.